مصر يا سيدي الفاضل مش هي إبراهيم مالك ولا أم شهد ولا هناء الأسطورة. مصر مش هي محمد رمضان ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش. مصر مش هي أحمد حسن وزينب ولا حمدي ووفاء ولا حليم وأمل. مصر هي الدكتورة إلهام فضالي اللي حصلت على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في هولندا، الباحثة في التطور التكنولوجي في شركة أبل. مصر هي الدكتورة فاتن الدهشان اللي حصلت على أفضل رسالة دكتوراه في اليابان اللي سبقانا بمئات السنين الضوئية. مصر هي العالمة المصرية تهاني عامر اللي حصلت على إجازة في الهندسة الميكانيكية وحصلت على ماجستير في هندسة الطيران واللي بتشتغل مديرة برامج في وكالة ناسا الفضائية. مصر هي الدكتور والعالم المصري سامح سعد له أكثر من 50 ورقة بحث في أكبر الدوريات العلمية في العالم وليه 4 براءات اختراع. مصر هي الدكتور محمد سند صاحب الأنتينة الهوائية اللي شركة موتريلا قالت عليها مستحيلة علميا، أو صاحب أكثر من 30 براءة اختراع وأكثر من 85 ورقة بحثية. مصر هي الطالبة ياسمين يحيى اللي تكرمت من وكالة ناسا الفضائية وأطلقوا اسمها واسم عيلتها على أحد الكويكبات اللي اكتشفوها مؤخرا. مصر هي الزهراء قنديلي اللي حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم. مصر هي الدكتور مصطفى عبد السميع اللي اختارت الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي كأفضل عالم شاب وحصل على أفضل بحث في مؤتمر باريس للمضادات الحيوية. مصر هي الدكتورة رانيا مرسي اللي حصلت على أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا. مصر هي الباحث ماركو يوسف اللي حصل على جائزة المركز الأول من صندوق نيوتن الإنجليزي. مصر يا سيدي الفاضل هي مجدي يعقوب وعصام حجي وفاروق الباز. مصر هي الإمام الشعراوي والمعلم محمود الحصري والشيخ المنشاوي وعبد الباسط. مصر يا سيدي الفاضل هي بلد الحضارة والتاريخ، بلد العلم والعلماء، بلد الأزهر الشريف، وهي خيمة عباد الله في الأرض إلى أن يأذن الله للدنيا بانتهاء. سلام عليكم.